عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة بداية جديدة إن شاء الله. عندنا البلكونات دي كلها هتتأسس خارج جوتن. هتتأسس صلة برايمر الكالي ومعجون بلوك فيلر عشان خاطر الوجايه والشمس والمطر، فالتأسيس كله من البداية هيكون خارجي. طبعا الشقة كانت متأسسة قبل كده، ولكن تأسيس أي كلام ما ينفعش يعني يتشطب عليه، لازم هننضف كله ونسحب معجون تاني ستوكو، وهنعزل طبعا ونشتغل ونأسس برضه السقف لأن السقف معمول جبس بلدي. وبعد كده إن شاء الله يبقى الشغل واقف على الفينش بإذن الله. تمام، ده طبعا ما ينفعش يتفنش على كده. دي بلكونة تانية اهيت، بلكونات مساحتها كبيرة ما شاء الله يعني. فإن شاء الله التشطيب جيتاشيل ده إترنا الخارجي اللي هو الجديد بتاع جوتن. تمام، ده الخارجي. درجة اللون اللي هي 1156 بيت، طبعا لسه هيتقلب يعني، بس هي الدرجة نفس الدرجة بتاعة الوجه. تمام، ده المعجون الستوكو، ده بنماستيك برايمر، ده جيتاشيل الكالي، ده مزهر لايف للشقة، ده معجون بلوك فيلر. تمام، ده البلوك فيلر المعجون الخارجي بتاع البلكونات، ده دوسان اكشن بتاع السقف. تمام، طبعا كنا جايبين الحاجات ديت، كانت لسه الدنيا مرتاحة شوية، فالنهارده طبعا الأسعار تختلف كتير. يعني بسلة المعجون كانت جاية ب130، النهارده ب330، يعني البسلة زادت 100 جنيه، غير طبعا البلاستيكات والمزهل والبلوك فيلر والكلام ده كله. هتلاقي كل حاجة زادت على القيمة بتاعتها، في حاجات زادت 300، في حاجات زادت 200 على حسب. بس كويس إن احنا جبناها بدري يعني. إن شاء الله كده ربنا ييسر الحال.